السلام عليكم. قال لك تحداني. قال لي اتحداك تعطيني شكون كان حاكمك قبل الاستعمار. وراه يضحك ميت بالفرحه، ما فهمتش علاه. شوف انا نجاوبك، بصح من بعد نسقسيك سؤال المروك كاع تجتمعوا ما تقدروش تجاوبوا عليه. تبع الفيديو مليح باش تفهم السؤال واش. حنا قبل الاستعمار الفرنسي كنا تحت الحكم العثماني، وهذا الامتداد العثماني اللي راك تشوف فيه كان يعتبر حمايه للدول المسلمه من الامتداد الصليبي. باسكو بعد سقوط الأندلس الصليبيين داروا امتداد داخل الدول المسلمة، والدولة العثمانية فرضت حماية على هذه الدول. دونك بلادك إلا ما حمتهاش الدولة العثمانية تما استعمروها الصليبيين. إسبانيا، البرتغال، ودرجة أقل فرنسا. وإحنا في الجزائر مراحل الحكم العثماني 4. المرحلة الأولى البيلربايات 1518 1588. المرحلة الثانية البشوات 1588 1659. هاد المرحلتين كان حكم تركي، الحكام اتراك والقرارات تجي من الترك. المرحله الثالثه الاغوات ولا حكم ذاتي، ما حكموش بزاف من 1669 ل 1671. ومن بعد تجي مرحله الدايات وهي المرحله الاخيره من 1671 ل 1830. هنا ولا حكم جزائري، حكام جزائريين والقرارات جزائريه، ولات تبعيه بالاسم برك للدوله العثمانيه. وقبلهم كانوا دويلات في الجزائر، الدوله